السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة ملوخية خضراء سهلة جدا، ولا أخرطها بالمخرطة ولا أفرمها في الكبة. هعملها في الخلاط بطريقة سهلة جدا. جبت كيلو ملوخية خضراء وقرطفتها وغسلتها وصفتها كويس من المية، ونحضر شوربة سخنة تكون مناسبة على قد كيلو الملوخية. وبعد كده نروح حاطين فيها الملوخية الخضراء، حطيناها مع الشوربة، والشوربة تكون مناسبة، ولا عايزينها تقيلة ولا عايزينها خفيفة. نحاول نخليها مناسبة. بعد كده نجيب الخلاط نحط فيه الملوخية بالشوربة طبعا بتاعتها، ونخلي بالنا واحنا بنفرمها من عايزينها ناعمة او عايزينها خشنة، براحتك انت. يعني شوفي انت بتحبيها ازاي وتعمليها تفرميها بطريقتك او زي ما انت عايزة. انا سبتها خشنة شوية اهي بالطريقة دي. بصي لونها جميل ازاي، وما تأثرتش ولا غمقت خالص. بعد كده احطها على النار، اديها غلوة واحدة، وبعدين اكون محضرة في طاسة صغيرة معلقة سمنة كبيرة ومعلقة توم صغيرة وشوية كزبرة، واحمرهم اديهم لون ذهبي حلو كده. بعد كده اروح طشه بقى الملوخية اهو بالطريقة دي. بس كده معايا كده احلى ملوخية بطريقة سهلة جدا وما تعبتنيش في اي حاجة. شايفين لونها وقوامها جميلة جدا اهي كمان. شوف بقى اللون وقوامها. يا رب تعجبكم. السلام عليكم.